مساء الخير عليكم جميعا. اسعد الله مساءكم بكل خير. في روايه اخرى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. ارحب طبعا في البدايه، يعني جرى العرف ان من يقدم المحاضره يرحب بضيوفه الكرام، فانا اشكر طبعا الدعوه الكريمه من الصديق العزيز طبعا الفيلسوف الاستاذ الدكتور صالح احمد، استاذ الفلسفه الاسلاميه وعميد كليه الاداب جامعه السويس سابقا ومؤسس هذا الصندوق. واشكر طبعا الاستاذ عبد الرحمن على هذا الدعم وكل فريق المركز الثقافي الصيني على جهودهم المتميزه لخدمه الثقافه الصينيه ونشرها في المجتمع المصري، لان احنا شعبان عريقان بيننا مشتركات. هذه المشتركات الكبيره مشتركات انسانيه وتاريخيه تصب في العلاقات الاستراتيجيه بين البلدين، فهذا المركز يلعب دورا مهما جدا جدا في ترسيخ العلاقات المصريه الصينيه. فكل الشكر لكل فريق العمل داخل المركز الثقافي الصيني. اشكر الحضور الكرام من ضيوفنا الكبار الذين يعني شرفونا اسما، اخص طبعا بالذكر الاستاذه الدكتوره سهام نصار عميده عمداء كليات الاعلام طبعا بمصر والعالم العربي، اسست كليه الاعلام بجامعه السلطان قابوس وكليه الاعلام جامعه سيناء وكليه الاعلام الجامعه الحديثه وعدد من الكليات، فهي استاذه كبيره وعضو لجنه التنقيات طبعا واختيار عمداء كليات الاعلام. واشكر طبعا الاستاذ عابي فارح امين عام اتحاد الصحفيين العرب، وهو يعني هو نقيب نقباء الصحافه الصوماليه والاذاعه الصوماليه ايضا مؤسسه، وهو اعلامي قدير، الاستاذ وكيل وزاره الاعلام والاصدقاء جميعا وعدد من الباحثين والزملاء الصحفيين وطلاب تلامذتي في كليات الاعلام وفي حزب الشعب الديمقراطي والحضور جميعا اسما. واحنا لو بدات معاكم هذه المحاضره فانا طبعا يعني اود ان